عايزة ترجعي غسالتك الجديدة كده زي ما انا عاملاها، اتبعي معايا التعليمات اللي جاية دي وشوفي الفيديو ده وانت هترجعي غسالتك او تلاجتك او بوتاجازك الجديد كأنك لسه جايباه بالكرتونة. امشي على الخطوات صح واتبعي التعليمات، ومش عايزة مني غير دعوة حلوة بس كده بالدنيا كلها. معايا في فيديو جديد، والنهارده هنتعلم ازاي ان احنا مثلا لو عندنا صدى في الغساله، البرومه بدات تسرح فيها او في التلاجة او في البوتاجاز او اي حاجه تكون صاج، ونفسك تتعلمي ازاي ترشيها من غير ما تحتاجي لصنايعي او تجيبي مثلا جوزك عشان يعملها لك وما يرضاش يعملها لك. النهارده هقولك بمكونات بسيطه تقدري تعمليها، واي واحده تقدر تعملها حتى لو ملهاش خبره هتقدر تعملها. كل اللي هتجيبيه شويه مكونات وهتبتدي معايا تعرفي ازاي هترشي معايا الغساله بتاعتك او البوتاجاز او الغساله. بس المهم ان انت او التلاجة طبعا تجيبي اللون اللي هيمشي مع الحاجه بتاعتك. سيلفر هاتي سيلفر، ابيض هاتي ابيض، احمر هاتي احمر. شوفي انت حاجتك لونها ايه وهتجيبيهم منين. هتجيبيهم من عند الموال. هتجيبي ازازه زي دي، انا جايباها مثلا لونها فضي. الازازه بتاع عند الموال ازازه رش، وتجيبي حته صنفره. مش عايزين غير دول، عايزين حاجه كمان بقى عشان خاطر ان احنا ما نبوظش السيراميك عندنا او الارض، ان احنا تجيبي معايا كرتونه. هنبتدي نجيب معايا كرتونه وهنبقى قاطعينها بالشكل ده، كرتونه زي كده. هنعمل بيها ايه الكرتونه دي؟ هترفعي مثلا الغساله او البوتاجاز، المهم ان انت تجيبيهم في النص. تجيبي الحاجه في النص، ولا تجيبي اي جهه من الاربع اتجاهات. جيبي الحاجه اللي انت هترشيها في النص، ولا الجنب ده ولا الجنب ده، شمال ولا يمين ولا امام ولا خلف. وتجيبي حته كرتونه تدخليها، ترفعي كده الغساله او البوتاجاز اي كلام هترشيه. الجنب ده كده تروحي رافعه وتروحي مدخله الكرتونه من هنا، والجنب ده نفس الحكايه. وكده تبقى انت ايه، تفاديتي اي حاجه تنزل على الارض. وبعد كده هتشوفي بقى معايا في الفيديو ازاي انا ايه الاول هصنفر، وبعد كده هرش ازاي بعد بنعم، وبعد كده هبتدي الرش بقى ازاي، ويبقى الرش ازاي بمسافه قد ايه ما بين الحاجه اللي هترشيها والازازه اللي انت ماسكاها. شوفي معايا الفيديو وتعلمي التعليمات صح، وامشي عليها بالترتيب اللي انا هقول عليه بالظبط، وامشي خطواتك خطوه خطوه، واسمعي الفيديو. وبس مش عايزه منك غير انت تسمعيه، ومش عايزه منك غير دعوه حلوه. مش هقول لك لايك، لا هقول لك دعوه حلوه. دعوه حلوه ان انا علمتك حاجه زي كده. بس هي دي اللي انا عايزاكي تعمليه، ان انت تستغني عن اي صنايعي او اي جوزك، وتعرفي تعملي الحاجه بنفسك في البيت. يلا بينا على الفيديو وشوفي بقى التعليمات هتمشي عليها ازاي. بصوا ابتديت بقى ومن تحت هنا جايبه الجنب، ابتدي بقى هعمل ايه. جبت الصنفره بتاعتي، انا بعدت الكاميرا طبعا عشان ما اخبطش فيها. انتوا شايفينها من بعيد كانها مفصله، لكن لما قربت لكم شوفوا فيها ايه. من تحت بقى باين كتير، وانا بصوا جايبه ميلاها كده على الجنب. ده اول جنب معايا، انا جايبه لكم جنب واحد في التصوير، يعني الجنب التاني طبعا ترشيته عشان الفيديو طويل. فانا عملت يعني وصورت من ناحيه واحده الاتنين زي بعض. ورحت ماسكه بقى ايه الصنفره بقى، لازم انعم. كنت بنعم الوش كله عشان هرشها كلها عشان تبقى كلها لون واحد، عشان ما تبقاش الازازه حته وحته. بصوا بقى بجيب بقى كده من تحت كده، جبت لازم تنعمي. انا حاطه الكرتونه على الارض اهي باينه، هوريها لكم بعد شويه في الفيديو. الكرتونه حطاها طبعا من هنا ومن هنا عشان ما فيش اي حاجه تنزل على السيراميك او على الارض. المهم ان انت بقى اما تمسكي كده اهوت الصنفره، تفضلي تصنفري لحد ما تنعمي وتشيلي ايه الصدى اللي عندك دوت اللي سارح في الحاجه اللي انت هترشيها. لازم تنعمي السطح، لازم تنعمي السطح كده اهوت خالص بالصنفره. تفضلي تصنفري فيه، ما تخليش اي حاجه تبقى فيه. يعني هو الصدى هيبقى باين، بس احنا بنشيل الحاجات الخشنه عشان لما تيجي ترش كده يبقى السطح ملمس معاكي وناعم. جبت بقى كده الصنفره من فوق من الجناب، من هناك ومن هنا. الجنب الاولاني انا خلصته ودخلت على الجنب التاني في التصوير اهوت. وبفضل بقى اجيب كده، انا يعني بقى مميله لكم عشان انا لو كنت قاعده كده طبعا الكاميرا مش هتجيب، عشان انا مقربه الكاميرا اهو. بصوا الصدى ابتدى في ايدي اهوت حاجات اهوت، يعني بقول لكم بصوا الصدى نازل طبعا. انت بتلحقي الحاجه قبل ما تبوظ منك، تخلصي من كل البرومه اللي فيها كده اهوت قبل ما تسرح وتضطري بقى ان انت تغيري الساق كله. بصوا بقى الكرتونه انا بقربها للكاميرا قوي. بصوا الصدى نازل ازاي اهو. بحاول اهزها كده عشان تبان، وهدخلها تاني زي ما انا ايه رافعه الغساله كده من الجنب، بدخلها تحتيها علشان ما فيش اي حاجه تيجي على الارض. لان انا قبل كده زمان رشيت حاجه وكنت سايبه الارض بقى، فالارض باظت. فتعودت بقى ان انا اعمل اي حاجه دخلت كرتونه تحت على الحاجه من تحت، بحيث ان انا ما اخليش اي حاجه تيجي على الارض. واجيب حته قماشه وامسح بقى ايه مكان ما انا صنفرت كده اهوت. زي ما بتشوفوا الموبايل كده بينعم، وبعد كده بيبتدي بقى ايه نجيب بقى الازازه بتاعتنا
ونبتدي بقى نرجها. لازم تترج وتبعده حوالي كده، قولي مسطره كده يعني حوالي 20 سنتي، قد مسطره كده او 30 سنتي تبعدي. كل ما تبعدي كل ما بترشي احسن، وما اللون بيبان معاكي اوضح. لازم تبعدي. ولو عايزه تلبسي كمامه او جوانتي، لو انت خايفه تلمسي، بعدي الحاجه كده من بعيد كده وترشي. لازم تبعدي مسافه حوالي 20 سنتي في الرش. بصوا انا ابتديت بقى ارش كده. اللي جنب ده عندي بلاستيك بس انا هرشه، هو كان مخدوش عشان كنت ببيض مره والغساله ما خرجتها من الحمام ودخلتها فاتجرحت. بصوا بقى انا برش كده، الحمد لله اللون طلع نفس لون الغساله، يعني انا جايباه طلع مقرب ليها. كل ما تبعدي كل ما اللون بيبقى ايه احسن ولامع احسن، ما يبقاش تقيل، يبقى بنفس لون الحاجه اللي انت بترشيها. بصي دلوقتي في جميع الالوانات موجوده عند الموان، موجوده جميع الالوانات. تقولوا له عايزه ازازه رش صاج هيديها لك. بصوا انا بقى مميله الغساله وبرشها بقى من تحت كده. هتشوفوها بقى في الفيديو في الاخر لما انا بقى مسكتها كده اهوت ورشيتها بقت شكلها جميل، وعلى الاقل انها رجعت جديده، ولا احتجت العامل ولا احتجت الجوزي يتامر عليا. لا الحمد لله كده انا خلصت الحاجه بنفسي، ولا تندهي على جارتك ولا اشتغلي بنفسك، وحاجات مش مستاهله. لو ازازه ما كفتش هتجيبي ازازه تاني. بصوا بقى انا كده بقى خلاص. مش بقى شكلها جميل ازاي؟ لازم تسيب بقى تنشف، ما تجيش جنبيها نهائي، تسيبيها كده 3-4 ساعات لحد ما تنشف، بعد كده تحركيها في المكان اللي انت عايزه تحركيها فيه. بصوا بقى ده الجنب الاولاني انا خلصته اهوت خالص وصورته لكم كده. بصوا من تحت بقى شكله ايه، شوفوا الاول كان ايه ودلوقتي بقى ايه. شوفوا الاول كان شكله عامل ازاي ودلوقتي بصوا بقت شكلها جميل ازاي. والحمد لله اللون يعني طلع مع اللون يعني مقربين لبعض جدا الحمد لله. يعني كل ما بعدت من ازازه لقيت اللون مقرب على اللون الاولاني، عشان ما تبقاش نص من فوق فاتح ونص او غامق والنص اللي من تحت اللون مختلف. الحمد لله طلعوا مقربين. انا لما مقربه الكاميرا فانتوا شايفين ان في ايه، في زي هي الاضاءه بتاعت الكاميرا. اشوفكم في فيديو جديد.